صاحبتي وعشرة عمري يا بنات جت تعمل معايا كحك العيد، فرحانة قوي. الكحك بصراحة ما بعرفش اعمله غير في اللمة، في معلقة بحطها له بيخليه زي بتاع اشهر الحلوانية. سقفوا العمر بسرعة. برافو. ايه العسل ده؟ وبعدين الكحك ولا هيتعمل على السخن ولا هيتعمل على البارد، امال على ايه يا هيام؟ تعالي بقى وانا اقول لك سر اشهر الحلوانية. شايفة منفوخ ازاي من جوه ومتفرغ؟ دي احسن وصفة كحك والله. وبعدين انت لسه بتعملي الكحك بميه وسمنه والكلام ده؟ لا لا لا، ده في معلقه هخليكي تحطيها للكحك، هتغيري طريقتك اللي بتعمليها كل سنه وتجربي طريقتي، لان المعلقه دي هي سر من اسرار اشهر الحلوانيه اللي بنقف عليهم توابير لما بيجي موسم الكحك. تعالي شوفي بقى الكحك دايب ومتماسك وليه طعم وريحه جنان. اول حاجه انا بجيب 2 كيلو من الدقيق ده يا جماعه اللي هو بتاع الكحك والبسكوت كلنا عارفين. المعلقه السر بقى معلقه كبيره من النشا، هي دي سر من اسرار الحلوانيه، بيحطوا له نشا عشان الكحكايه تبقى فاتحه ما تغمقش وكمان تبقى ناعمه وفي نفس الوقت متماسكه وليها طعم. حطيت بقى نص كوبايه من السمسم، معلقه صغيره من المحلب بينقل طعم الكحك في حته تانية او اي مخبوزات. المحلب يا جماعه موجود عند العطار. ربع معلقه صغيره من ريحه الكحك، ما تزوديش منها عشان بتغمق الكحك خلي بالك. هنا بقى نقلته في حاجه واسعه عشان اعجن براحتي. جبت الحله بتاعتي اللي هسيح فيها السمنه، بوزنها في الاول عامله معايا قد ايه؟ كيلو 276. هحط بقى السمنه هتبقى 2 كيلو 276، لان 2 كيلو دقيق هياخدوا كيلو من السمنه. عايزاه ناعم ودايب كده في نفس الوقت متماسك، يبقى كيلو سمنه على 2 كيلو دقيق. عايزاه ناعم قوي زودي معلقتين سمنه كمان. هنا بقى معايا كيس خميره دريم سريعة الذوبان ومضمونة. تعالوا بقى نحط منها كده ايه الكيس الا حاجة بسيطة، يعني الا ربع يا جماعة، ما تكتروش الخميرة يا ريت. تمام، عشان الكحك ما بيحتاجش خميرة كتير لان هو اصلا ما ينفعش يخمر. حطيت معلقتين سكر وكوباية الا ربع من المية الدافية، هدوبهم كده مع بعض، وبعد ما ندوبهم هنغطي عليها لغاية ما الخميرة بتاعتي عقبال ما تيجي تفور. هنا كنت قدحت السمنة. تمام، هحط سمنة ايه مقدوحة على سمنة باردة، يعني نصها مقدوح ونصها بارد، وهي دي سر من اسرار الحلوانية يا جماعة. انا جايبة الطريقة من اشهر حلواني ومن زمان قوي وانا ماشية عليها. حطيت ريحة من بتاعة السمن البلدي اللي انا حطيتها اللي في الازازة دي، رشة بسيطة. وهنا هبدأ اقلب بالمعلقة الخشب زي ما انتوا شايفين علشان خاطر الدقيق يشرب السمنة بتاعتي كلها قبل مرحلة البس. واهم مرحلة هي مرحلة البس. بسي بقى بايديكي كده لما تحسي ان السمنة هديت خالص وايديكي قدرت تستحملها، هنبدأ ان احنا نبس بالشكل ده. ده مهم جدا عملية البس. خلاص كده الدقيق اختفى وبسيناه كويس. هنا بقى بجيب العجوة بتاعتي بحط عليها معلقة كبيرة من السمنة، معلقة كبيرة من السمسم المحمص، وببدأ ان انا اعجن العجوة دي بايديا عشان انا هعمل الكحك بتاعي سادة ومحشي عجوة. عايزة تحشيه ملبن براحتك، بس انا بقى ايه ولادي ما بيحبوش الملبن. فخلاص كده عجنتها وطريت معايا. هنا بدأت اعملها كور كده صغيرة عشان هنحشيها جوه العجين. يا سلام بقى على لمة العيلة بقى لما تيجوا تعملوا الكحك يا جماعة، يا ريت تجيبوا كده لمة حواليكوا زي ما انا عملت. هنا بقى يا جماعة جبت الخميرة بتاعتي بتاع الدريم، خلاص كده خمرت معايا. بروح نازلة بيها كده بقى على العجين وببدأ. انا مش بعجن يا جماعة، انا بقلب، في فرق. تمام، قلبي ما تعجنيش، يعني خلاص مجرد كده ما السوائل تختفي وكله يتمكس مع بعض وخلاص تشيلي ايديكي بقى وتشوفي بقى تختبري العجينة بتاعتك. لقيتيها شققت هتزوديها شوية مية. تمام كده ما شققتش وناعمه معايا تبقى مظبوطه جدا. لميت ولادي حواليا وهي دي فرحه العيد بقى ولمه العيله وذكريات زمان. يا هتحسوا يا جماعه ان انتوا بجد لما تعملوا كحك العيد وتلموا بقى اولادكم، تجيبي اصحابك، تجيبي قرايبك حبايبك، يعني عارفه بقى هتحسي كده بلمه العيله بتاعت زمان. والكحك بصراحه لما تيجي تعمليه مش هيحلى غير بلمه العيله، خلينا متفقين. هنا بقى بدأت ان انا ايه بنقشه، ما بسيبوش يخمر. اوعي تسيبي الكحك بتاعك يخمر ابدا. هنا بنقشه
بعمله بالبصامه وبالمنقاش. هنا بشغل الفرن على درجه حراره 180، قبلها بنص ساعه يكون سخن الفرن. ايه يا جماعه الريحه دي؟ طلع الكحك يا بنات. هنبدا بقى نرصه كده في الشياله ونحط عليه السكر البودر ونرصه بالشكل الجميل ده، ونعمل احلى ضيافه كحك. عيد فطر مبارك يا حبايبي، كل سنه وانتم طيبين، يا رب يجي علينا العيد بالخير والبركه. قولوا امين في الكومنت. بحبكم قوي، جربوا الكحك بطريقتي يجنن.